النهارده احنا معانا عربيه فيها برافو، والعربيه دي كان فيها مشكله تخبيط جامد جدا جدا في العفشه. زي ما انتم شايفين طبعا احنا مصورين علبه الدركسيون علشان كان علبه الدركسيون هي اللي عامله المشكله كلها. بص احنا عملنا جلبه عند الخراط، الحمد لله احنا بنعمل جلبه محترمه جدا زيها زي الفابريكا. يعني الجلبه اللي جوه دي زيها زي الفابريكا بالظبط. بصوا يا جماعه هنا الايه ده العكس. بصوا انا هوريكم طبعا التقفيل لعلبه الدركسيون. بصوا هنا الاكس ايه، الاكس محكوم. اوريكم بقى الفبره اللي كانت راكبه اهي. الفبره دي الفبره القديمه. بصوا هنا الفبره مبوشه خالص في الاكس. كانت بتعمل ايه؟ تعمل معاها تخبيط في الجنب الايه، في الجنب اليمين جامد، تخبيط في الجنب اليمين. اوريكم طبعا طريقه التقفيل. طبعا ده الاكس او المشرشر، ودي الحلزونه. طبعا قبل ما باجي اعمل اي علبه دركسيون لازم تراجع على الايه، عشان ما تعملش طقم اصلاح او تفك علبه دركسيون وتكلف على الفاضي. اهم حاجه لازم تراجع على السنون دي، ما يكونش في سن من السنون دي متاكله، ولا سن من الحلزونه متاكل، يعني ولا المشرشر ولا الحلزونه. ده اهم حاجه في التصليح، اللي انت يبقى الحاجتين دول سلام. عندي مثلا لو انت عندك مشكله في البستم، وعندك مشكله ساعات بيبقى البستم متاكل من النص او من الجناب، بنجيب بستم استراد وبنركبه. ما بعملش بستم فبر، لان البستم الفبر بيتقل الدركسيون. نبتدي احنا نصلح العلبه. اوريكم طريقه التقفيل واحده واحده. اهم حاجه نوع، تعال قرب، اهم حاجه نوع الشحم اللي انت بتستخدمه. لازم برضك تستخدم شحم يكون كويس علشان ما يعملش كلاكيع في العلبه من جوه، ويعمل لك عالي وواطي بعد كده، يعمل لك عالي وواطي ما بين الحلزونه وما بين المشرشر، ابتدي ان انت زي ما انت شايف كده بتشحم الاكس. وبقى اهم حاجه تشحم مكان الحلزونه زي ما انتم شايفين اهو. تلف على الاكس كله شحم في كل الاتجاهات. اهم حاجه بس مطرح المشرشر. تبتدي ان انت تبيت الايه، العلبه. اهم حاجه بقى برضك وانت بتيجي تعمل الجلب الدركسيون ما يكونش الجلبه محمله، لان بيجي لي ناس كتير جدا مصلحه علب دركسيون بتبقى الجلبه الدركسيون دي محمله جدا، لما تيجي تكسر شمال او يمين الدركسيون ما يردش، يفضل قافش. كده طبعا بتشحن الحلزونه. عايز اقول بقى حاجه بقى هنا مهمه جدا في الفيديو ده، علشان ما تقطعش منك شريط ارباك. يعني مش العربيه دي خاصه، اي عربيه يبقى الحلزونه بتاعتها المشرشر بتاعته ليه تربيعه زي ده كده. يعني ده مش هينفع الصليبه تبات في اي اتجاه. ليه؟ قلنا التربيعه دي ما بتبقاش ليها اتجاه. يعني معظم العلب الدركسيون بيبقى الصليبه بتبات على اي اتجاه. طبعا احنا هنا كده معلمين علشان لما تيجي تبيت الصليبه تبيت الاتجاه الصحيح، ولكن بنجيب شمال للاخر او يمين للاخر، وبعد كده بنبتدي اللي احنا نبيتها. ابيتها وارجع لكم تاني. زي ما انتم شايفين كده دي التربيعه ودي العلامه. لو حطيت المفك كده هيبقى نفس الاتجاه اللي انا معلم عليه التربيعه. لو الحلزونه ملهاش تربيعه بتركب على اي اتجاه، ما فيهاش اتجاه. او انا بقول لك ليه كده، لان ممكن لو انت فكيتها من غير ما تعلم تيجي تلاقي الطاره جابت معاك سنه يمين او جابت معاك سنه شمال، لما تيجي تكسر الدركسيون من الاخر يمين او شمال تقطع معاك شريط ارباك. وبعد كده اللي انت بتبتدي، طبعا احنا بيتنا الاكس او المشرشر، وبعد كده نزلنا بالحلزونه، بعد كده نزلنا بصاموله الحلزونه. طبعا الصاموله دي زي ما انتم شايفين كده لازم، اهم حاجه وانت بتشبط الصاموله دي لازم تشبطها صح. شايفين طبعا احنا كده شبطنا الصاموله، تربط الصاموله للاخر. وعايز اقول حاجه، اللي برضك في عربيات بتجي لنا الصاموله دي محلوله. لازم تعرف على الصاموله دي كويس جدا، متاكد ان هي ورا. كده احنا ربطنا الصاموله وحطينا عليها، بعد كده بنرجع نبيت شحم طبعا. مكان البستم ده، البستم تنزل بالبستم اهو. كده تحط السوسته
برضك نفس القصه هنا في الصاموله، لما تيجي تشبط لازم تتاكد ان هي شبط ايه، شبطه سهله، شبطه سهله. شبطها لكم وارجع لكم تاني. كده برضك الصاموله شبطت اهي، خفيفه أهو. بعد كده بتخش طبعا البورة الدركسيون، البورة اليمين والبورة الشمال، اشبطها لكم وارجع لكم تاني. كده احنا بنشبط البورة الداخلية. نشبط البورة دي ونرجع لكم. كده احنا برضه بنشبط البورة الداخلية الناحية التانية. السلام ورحمة الله وبركاته. نقفل بإبزان حديد وارجع لكم تاني. طبعا احنا هنا بنقفل القفيز اهو، نقفله قفيز حديد عشان يبقى ماسك الكاوتشة كويس. ارجع لكم تاني. بصوا بقى، بفضل الله بفضل الله بفضل الله خلصنا علبة الدركسيون، وزي ما انتم شايفين كده العلبة يعتبر رجعت زيرو والله العظيم. العلبة دي كانت ما تشوفش فيها حتى الحروف بتاع اللي مكتوب عليها دي، الكاوتش الخضرا دي ما كانتش حتى، بص كانت فحمه. علبه الدركسيون دي كانت فحمه. سيبك بقى من الشكل الخارجي، بفضل الله العلبه دي رجعناها زيرو الحمد لله. العلبه دي ولا فيها سنه متاكله في الحلزونه ولا في المشرشر ولا الكلام ده. بصوا بفضل الله، بفضل الله يا جماعه. اهم حاجه النظافه في الشغل والتظبيط، والدنيا رجعت في العلبه يعني حرفيا. العربيه دي راحت لاكتر من حد، كله اجمع العلبة الدركسيون دي هتتغير، العلبة الدركسيون دي هتتغير بفضل الله. يعتبر ان رجعناها زيرو. بصوا يا جماعة زيرو، يعني اللي يشوف العلبة كده يقول لك العلبة دي اصلا جديدة مش متصلحة خالص. شكرا.